السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطير اللي بيتباع طبعا كلنا عارفينه في المحلات، اللي بيتعمل بالسكر او بالجبنه القديمه او بالعسل الاسود، يعني بيتحشي حشوات كتير قوي. احنا هنعمله بالجلاش. انا المكونات اللي معايا كوبايه من السكر طحنتها، ومعايا معلقتين جبنه القديمه، طبعا كل واحد حسب الحاجه اللي بيحشيها بيه، كل واحد وراحته، ومعايا عسل اسود، ومعايا عسل ابيض، ومعايا حوالي ربع كوبايه زيت، عليها نص كوبايه من السمنه. الزبده البلدي، ما عندكيش زبده بلدي ممكن تحطي سمنه عاديه، ممكن تحطي سمنه صفرا، بس لازم تحطي فيها زيت. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. ودلوقتي انا معايا الجلاش بتاعي، خدت اول ورقه اهي، وهاخد من السمنه والزيت ادهن كده حلو. ان شاء الله هتجربوه وان شاء الله هيعجبكم. حاجه انت عاملاها بايدك وضمنها، اهم حاجه يبقى مدهون كده حلو. هاخد الورقه التانية، بس عايزه اقولك على حاجه، طول ما انت بتسحبي من الجلاش حاولي تكوني مغطيه. يعني انا دلوقتي هاخد الورقه دي واغطيه، وكل ما اجي اخد ورقه هغطيه. هاتني دي كده، واتني دي كده، واتني دي كده، واتني دي كده اهي. انا هعمل الكميه اللي معايا كلها بنفس الطريقه، وكل واحده هطلعها لازم اغطيها، يعني ما تسيبهاش عريان. هوريكي واحده تانية اهي. الطرف ده، وبعدين الطرف ده، وبعدين دي، وبعدين دي، خلاص. وهاجي اخد دي كده، وباخد دي كده، وباخد دي كده. واهم حاجه سواء اللي بتسحبي منه او اللي بتعمليه تكوني مغطيه. هخلص الكميه اللي معايا ونرجع لكم. ودلوقتي انا معايا طاسه على النار، دهنتها بالسمنه والزيت اللي انا كنت قاتحاهم. هسمي بالله وهنزل بواحده واحده كده. وبصوا، انا كنت غاليه نص كيلو من اللبن سخن جدا، هتاخديه وهو سخن جدا تفضيه في اي حاجه عندك زي في صينيه فرن كده، عشان لما نطلع بالفطيره هننزل على طول ايه، هناخد الفطيره نقوم ايه حاطينها في اللبن على طول. بصي مش بتاخد وقت. اول ما تحسي ان هي من تحت كده لونها غير، هتقومي قلبيها ان شاء الله على الناحيه التانيه على طول. تحشي بقى جبنه بيضه، تحشي جبنه قديمه، عسل ابيض، عسل اسمر، اي حاجه. وهو ده كده الوش الاولاني، وقلبتها على الناحيه التانيه. بصوا الوش خلوه كده لونه ذهبي، برضو تعملي كده.
ومش في كل مره هتدهني الطاسه، يعني انا بعد ما اطلع دي احط التانيه مش هدهن الطاسه. بصوا ما استحملتش ازاي الوش التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخدها هنزلها على طول في اللبن السخن. وهي تاني واحده اهي، بصوا الوش ما بقتش تستحمل عشان طبعا الطاسه سخنت. اهي تاني واحده. تعالوا اوريكم واحده تانيه اهو بنعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي اهو بسم الله هقلبها على الناحيه التانيه. واول ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه هنزل هحطها على طول في اللبن. بسم الله. خد. ودلوقتي هاخدها من هنا كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اللبن بتاعي سخن كده. هقلبها على الناحيه التانيه وبعدين هطلعها. واهي كده بعد ما نزلت بيها في اللبن هقلبها على الناحيه التانيه. اهم حاجه يكون اللبن سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هطلعها. ودلوقتي وهي سخنه اول ما طلعتها من اللبن بسم الله هنزل عليها بالسكر البودره. وبعدين هنزل عليها بالعسل الابيض. بسم الله. عايزه تحطي مكان العسل الابيض وما تحطيش سكر بودره خالص، تحطي عسل اسمر، عسل اسود يعني حطي. ولو هتحطي فيها جبنه قديمه ما تنزلهاش في اللبن وهي ناشفه كده زي ما هي. اول ما تطلعيها من الطاسه تحشي على طول فيها جبنه قديمه او جبنه بيضاء، انتي وراحتك. وبكده اكون خلصت معاكم وصفتي. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.